السلام عليكم. كما كتشوفوا اليوم غادي نديرو عملو في الدار ديالنا بمكونات بسيطه، وممكن يفطروا به وليداتك في الصباح ولا الكوتي وكذلك نتوما. خليكم معايا باش تعرفوا المقادير. اول حاجه كنشدو 400 غرام ديال الكاوكاو، شحال ما بغيتو. المهم هاد 400 غرام ديال الكاوكاو، هادو القشور ديال اللوز محمرين ومطحونين كيجيو واعرين، والعسل والزيت البلديه. اول حاجه غادي نشدو كاوكاو، غادي نطحنوه، ومن الاحسن يكون باقي يعني سخون ماشي تيبرد، باش كيعطي ديك النسمه زوينه. من بعد كنزيدو دوك القشور ديال 3 معالق كبار ديال اللوز، غير القشور ديالها محمرين كما قلت لكم. كنطحنوه مزيان. من بعد اللي بغى يزيد السكر كلاص يزيد، ولا بغى العسل هي من الاحسن تزيدي العسل وزيت البلديه. كتزيد زيت البلديه كنطحنو مزيان حتى كيتجانس. من بعد كنبقى نزيدو زيت البلديه شويه بشويه حتى كناخدو القوام اللي بغينا حنايا، يعني ما يكونش قاصح بزاف وما يكونش عاوتاني جاري، يكون متوسط كما كتشوفوا هنايا. وغادي نزيدو نطحنو مزيان حتى كيتجانس لينا، ونزيدو العسل. اللي بغى يقوي العسل يقوي، اللي ما بغاش يدير شويه مسوس يديرو. المهم كيجي على الطريقه هذه، عرفتي كيجي واعر. غير 400 غرام، شوفوا شحال دارت. تفطروا به وبالصحه والراحه، وانتظروا مازال غنحط لكم ان شاء الله جديد. استعملوها البنات. ممكن هاد الطريقه ممكن ديروها حتى باللوز، الا بغيتو ديروا اللوز ديروا اللوز حتى هو كيجي زوين نفس الطريقه، وبالصحه والراحه.